عارف اللحظة اللي بتكتشف فيها إن حد قريب منك كان بيعاني من مرض خطير وإنت مش حاسس؟ تخيل بقى إن نفس السيناريو ده ممكن يحصل مع جسمك ومع الكبد تحديدا. المرض ممكن يتسلل بهدوء، ولما تبدأ تحس بالأعراض للأسف بيكون فات الأوان. طيب إزاي تعرف إن كبدك بيبعتلك إشارات استغاثة وإن جسمك بيتخلص من السموم بطريقة صحية؟ تابع معايا للنهاية عشان ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده بالتفصيل. الكبد البطل المجهول في جسمك. الكبد مش مجرد عضو عادي، ده هو المسؤول الأول عن تنقية الدم وهضم الدهون وتخليص جسمك من السموم اللي بتدخله يوميا، سواء عن طريق الأكل أو الشرب أو حتى الهواء اللي بنتنفسه. لما الكبد بيتعب بيبعتلك إشارات بتبقى بسيطة في الأول، بس لو طنشتها للأسف النتائج بتبقى كارثية. هنتكلم عن 3 نقط أساسية النهاردة في الفيديو. أول حاجة أعراض تليف الكبد. تاني حاجة ازاي تعرف ان جسمك بيتخلص من السموم بطريقة سليمة. تالت حاجة ازاي تساعد كبدك ان هو ينظف نفسه بطريقة طبيعية. في المراحل الاولية من تليف الكبد الاعراض بتبقى بسيطة وهادية، وكلنا ممكن يبقى حس بيها في فترة من فترات حياتك، زي الارهاق المستمر وانك بتحس انك دايما مرهق حتى لو انت نايم كويس، فقدان الشهية وخسارة الوزن وانك تحس ان وزنك بينزل بدون سبب واضح، غثيان او قيء متكرر وغير معلوم السبب، وفي بعض الاحيان ممكن تحس بألم بسيط او شد خفيف كده في الجانب الايمن العلوي من البطن. بتحس ان جلدك دايما ناشف وعندك حكة مستمرة. واخر عرضين في المراحل الاولية من تليف الكبد تبقى مميزة جدا، انك تحس باحمرار في كف الايد وظهور شعيرات دموية، وانك تحس بتورم بسيط في الرجلين والبطن. اول ما تلاقي جسمك بدأ يحبس مية لازم تسأل نفسك ليه. طيب لما تليف الكبد يبدأ يسوء ويوصل لمراحل متقدمة، الأعراض اللي فاتت دي كانت كلها أعراض للمراحل الأولية من تليف الكبد. الأعراض الجاية بقى هنبدأ نقول في المراحل المتقدمة إيه اللي بيحصل. أول علامة فيهم اصفرار الجلد والعينين واللي بيسموها اليرقان. هنا الكبد بيقولك بصراحة أنا مش قادر أتعامل مع السموم اللي موجودة في الجسم. تاني حاجة تغير في لون البول أو البراز، ممكن تحس إن البول بقى غامق والبراز بقى فاتح. تالت حاجة انتفاخ شديد في منطقة البطن واللي بيسموها الاستسقاء، وده نتيجة لتراكم السموم اللي الكبد مش قادر يتخلص منها في المنطقة دي. 4 تورم واحتباس سوائل في الرجلين وكعب القدم. 5 ودي علامة مهمة جدا إنك بتحس بتورمات في الجسم بشكل عشوائي أو بيحصل لك نزيف بسهولة، لأن الكبد بيلعب دور مهم جدا في تخثر الدم. وأخيرا حكة لا تحتمل، يعني الجلد بيحاول يقولك إن الكبد مش قادر يتخلص من الفضلات اللي موجودة. ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وبتبدأ تحس إنك بتنسى حاجات بسيطة ومش قادر تركز كويس، وده ممكن يكون بسبب التسمم الدماغي، برضه بسبب إن الكبد مش قادر يتخلص من السموم. طيب طالما موضوع التخلص من السموم أو الديتوكس حاجة مهمة جدا كده في الجسم، إزاي نعرف إن جسمنا والكبد تحديدا بيتخلص من السموم بشكل صحي وسليم؟ وده ياخدنا لتاني جزء معانا النهاردة، إزاي تعرف إن الجسم وتحديدا الكبد بيعمل ديتوكس أو تخلص من السموم بطريقة صحيحة. في ناس كتير بتحاول تعمل ديتوكس للكبد بطريقة غلط، وده ممكن يكون ليه أضرار أكتر من الفايدة بتاعته. طيب إزاي تعرف إن الطريقة اللي أنت ماشي بيها بتجيب نتيجة كويسة أو إن جسمك شغال كويس في الموضوع ده؟ في علامات ذاتية هتحس بيها بنفسك، وفي علامات جسدية ممكن تلاحظها من بره. عندنا 5 أو 6 علامات ذاتية ممكن تبدأ تحس بيها بنفسك لو الجسم بدأ يعمل ديتوكس أو تخلص من السموم بشكل سليم. أول حاجة هتبدأ تحس إن عندك طاقة أكبر وإن الإرهاق اللي كان موجود بدأ يخف بشكل كبير. تاني حاجة إنك تبدأ تحس إن الهضم أفضل وإن الانتفاخ وعسر الهضم والحموضة بدأوا يخفوا بشكل كبير. تاني حاجة بشرتك بتبدأ تتحسن. لما الكبد يشتغل كويس البشرة بتبقى أصفى والحبوب والالتهابات بتبدأ تخف. رابع حاجة بتحس بصفاء ذهني والغشاوة الضبابية اللي بتبقى عليك بتروح ودماغك تبدأ تشتغل بالطاقة الكاملة بتاعتها. خامس حاجة ومن الحاجات الجميلة جدا اللي بتحصل لو جسمنا بيتخلص من السموم بشكل طبيعي، إن النوم بتاعك بيبقى أعمق وبتستفيد منه أكتر. يعني مش بس بتنام، لأ بتصحى وانت مرتاح. وأخيرا قلة الرغبة في الأكل الغير صحي زي الحلويات والوجبات السريعة. وفي نقطة كمان مهمة، لو انت محافظ على نظام غذائي كويس إن وزنك بيبدأ ينزل بس بشكل تدريجي، لأن لما الكبد يشتغل بشكل سليم عمليات الأيض بتشتغل كويس. طيب ايه العلامات الجسدية اللي بتحصل لو حد بدأ يعمل ديتوكس والديتوكس ده فعلا بيجيب نتيجة كويسة معاه؟ 1 لون البول الفاتح. في بداية الديتوكس ممكن تلاحظ إن البول بقى أغمق بس مع الوقت بيبدأ يرجع لشكله الطبيعي. 2 انتظام حركة الأمعاء، يعني الإخراج بيبقى بشكل دوري وطبيعي، وده دليل مهم جدا على إن الكبد بيشتغل بشكل سليم.
3. حاجات كتير من الأعراض بتبدأ تخف عندك زي التهابات الجسم والانتفاخات والتورمات والحاجات اللي اتكلمنا عنها. 4. وأهم حاجة تحسن تحاليل الكبد، وإن مستويات الإنزيمات بتاعة الكبد بدأت ترجع لمعدلاتها الطبيعية، وده لوحده دليل قاطع إن الكبد بدأ يشتغل بكفاءة أكبر. وبعد ما عرفنا أعراض تليف الكبد والعلامات اللي بتدل إن الكبد شغال بشكل كويس، تعالى أقول لكم على 4 حاجات بسيطة جدا وطبيعية وهتساعد الكبد إن هو يشتغل بشكل سليم وبكفاءة عالية. 1. اهتم بأكلك. يعني نعمل إيه؟ 4 حاجات هنزودها في أكلنا و3 حاجات هنقللها. هنزود من الخضار الورقي والثوم والكركم والليمون، وهنقلل طبعا من السكر والدهون المشبعة والأكل المصنع. 2. اشرب مية بانتظام، لأن بكل بساطة لو انت مش بتشرب مية بكميات كافية جسمك مش هيقدر يخرج السموم. 3. ممارسة الرياضة، لأن الحركة بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وبتحفز الكبد على التخلص من السموم. 4. وأخيرا اهتم بصحتك النفسية. التوتر والضغط النفسي ليهم تأثير مباشر على صحة الكبد، وصدقني ال4 حاجات دول بس لو سجلتهم عندك والتزمت بيهم مش بس هيحسنوا صحة الكبد، ده هيحسنوا صحتك بشكل عام وهيجنبوك أمراض تانية كتير. المرض مش بيجي فجأة، لكنه بيبدأ بإشارات صغيرة. كل ما تهتم بصحتك بدري كل ما تحمي نفسك من مشاكل كبيرة في المستقبل. ولو عجبك الفيديو ده يبقى الفيديو ده هيعجبك أكتر وهيفيدك أكتر في رحلتك لحياة صحية.